السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. وحشيني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا اقتصادية مليون المية للمدارس، الامتحانات، الرحلات، عشاء، فطار. بتنفع في كل الاوقات يا جماعة، وطعمها بيبقى تحفة جدا، بدون لبن، بدون بيض، بدون زبادي، بدون اي حاجة مكلفة. كلها اقتصادية بمية وملح وخميرة بس فقط لا غير. هتعملي احلى بيتزا زي ما شايفين حضراتكم كده. انا مش هطول على حضراتكم، انا عملت العجينه معاكم على القناه كذا مره قبل كده. اللي حابب يشوفها بيخش فيديوهاتي على القناه بتاعه البيتزا. فالنهارده حبيت اختصر لكم الفيديو ما طولش على حضراتكم. بتكايه بسيطه كده بجيب العجينه وبوزعها كويس جدا، وزي ما شفتوا حضراتكم اللي هي الاله اللي انا عملت بيها دي بعرف ان انا بمشيها على العجينه كده، فبتفتح لي العجينه فتحات صغيره، بحيث ان هي ما تعلاش معايا في الفرن، وتديني شكل جميل جدا. وفي نفس الوقت كمان يعني بتدخل كده هوا كده وسوا كويس للعجينه. فانا جبت شويه كاتشب كده، وبالفرشه زي ما شايفين حضراتكم بمشي كده حاجه بسيطه. حابين يا حبايب قلبي تعملوا الصلصه بتاعه البيتزا، كنت عملتها لكم في الفيديو اللي فات بتاع البيتزا، ازاي تعملي الصلصه بتاعه يعني البيتزا وكده بدل الكاتشب. بس انا الصراحه ده كان متوفر عندي وكان موجود عندي في التلاجة، فعلشان ما يفسدش ان هو كان مفتوح بقاله اسبوع كده، فحبيت ان انا استخدمه النهارده في البيتزا بدل يعني ما يفسد وكده. فزي ما شايفين حضراتكم بوزع بس في الصينية كده حاجة بسيطة خالص. هقول لكم بقى على الحاجات اللي احنا كنا عاملينها علشان ما ضيعش وقت حضراتكم. جبت يا حبايب قلبي فلفل رومي، وفلفل من التاني اللي هو الحامي، ده اختياري. وغسلته كويس وقطعته طرنشات. وبعد كده يا حبايب قلبي جبت معايا طماطم، قطعتها قطع عادية عشوائي خالص، مش مرتبة، وتبلتها تتبيلة كده حلوة، كمون وشطة وفلفل اسود وكزبرة. ورحت يعني وحبة ملح ولفتهم كده مع بعض، بحيث ان الطماطم يبقى طعمها حلو، وتبقى يعني المذاق بتاعها جميل جدا. ولو في كمان زعتر يا ريت تحطوا فيها، بيبقى طعمها جميل جدا. زي ما شايفين حضراتكم عملت العجينة أشكال، في منها اللي هي زي الأقراص كده زي رغيف العيش، وفي منها اللي هو مربع بخرطها وبحطها في لانش بوكس الأولاد أو يفطروا بيها. وجبة خفيفة جدا واقتصادية. بجيب يا حبايب قلبي، وما جبتش الا جبنة قديمة كانت عندي برضو في التلاجة، ما جبتش أي حاجة من بره إطلاقا يا جماعة، كل حاجة والله كانت من البيت. فانا حبيت بالليل كده اقوم اتنشط كده واعمل لهم حاجه بسيطه وخفيفه، وما شاء الله عليها كانت تحفه. وزعت هنا يا حبايب قلبي، كان عندي برضو الزيتون ده مخليه في البيت الاخضر، قطعته طرنشات وخليت منه النوى بتاعه، وحطيت الفلفل كده والطماطم زي ما شايفين حضراتكم. والجبنه يا حبايب قلبي معلش الشوط ده ما تصورش بتاع الجبنه، حطيت قطع جبنه بسيطه جدا جدا على الوش. وشغلت الفرن بتاعي يا حبايب قلبي على درجة 180 درجة. طبعا على الرف الأوسط، ما شغلتش الشواية إلا بعد ما هي بدأت إن هي يعني بسيط كده، تاخد لون من تحت بسيط بس مش قوي، علشان لما تحبي تسخنيها بعد كده بعد ما بتفرزيها ما تتحرقش معاكي ويبقى شكلها وطعمها أجمل. زي ما شايفين حضراتكم لازم الوش بتاعها يبقى كده، هي الجبنة هي قطع جبنة بسيطة خالص زي ما شايفين حضراتكم في الفيديو. وطبعا القعر بتاعها لازم يبقى مش يعني احمر زياده وكده، لازم يبقى ذهبي بسيط، بحيث ان انا زي كده يا جماعه، بحيث ان انا لما احب ان انا افرزها في الفريزر بطلعها وبسخنها ما بتتحرقش مني. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه. فضلا وليس امرا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.